بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا يا سكرة هسجل فيديو البرجر اللي عملته من أسبوع ومنتجته، ولكن ما سجلتهوش. النهاردة بقى إن شاء الله هنعمل وصفة برجر من الألف للياء. أول حاجة هنبتدي بيها خلطة اللحمة. هجيب في الكبة هطحن بصل زي ما انت شفتي كده، وبعدين هجيب ربع لحمة مفرومة. طبعا احنا كنا عملنا الربع الاولاني كفتة، وده الربع التاني هنعمله برجر. وبعدين هبتدي ان انا احط عليها سنة ملح واعجن اللحمة زي ما انت شايفة كده لحد ما تختلط اللحمة بالبصل وتتجانس تماما. طبعا هنا انا بفكها عشان خاطر هي كانتش لسه فكت قوي من الفريزر. وكالعادة قبل ما نكمل شرح الفيديو بتاعنا وانتي معدية كده، اخبطي لايك ورني الجرس وفعلي زر الاشتراك. هنا زودت شوية بصل، برضو ما ننساش ان انا بقعد اقولك يعني بشرح شوية وبعدين بسيبك تسمعي حاجة، وبعدين بشرح شوية وبعدين بسيبك تسمعي حاجة. هنا خلاص كنت خلطت البصل باللحمة، بس قلت ازود معلقتين دقيق علشان القوام يبقى ماسك. ممكن ما ازودش دقيق، بس انا عشان ما صفيتش مية البصل بعد ما طحنته، او بعد مثلا ما لو مثلا بتبشريه، لان دي مش كفتة، فانا حاليا هصفي المية. ده برجر مش كفتة. ليه برضو لو انت بتحبي تصفي المية صفيها براحتك يعني، بس انا بحب في الكفتة بس نصفي المية ماشي عشان تبقى متماسكة. لكن في البرجر ممكن تحطي زي ما شفتي كده يا معلقة دقيق يا معلقة بقسماط. هنا كنت خلاص سبتها تريح في التلاجة شوية عشان لما اجي اشكلها تكون يعني سهلة معايا في التشكيل. ده هنا جبت الأداة بتاعة تشكيل البرجر، بس أنا قلت المرة دي هنعمل البرجر وهنحشيه موتزاريلا، فجبت بقى موتزاريلا ستيك زي ما انت شفتي كده. كنت قبل كده انا جربته بس مش على القناة، ان انا جبت موتزاريلا عادية مبشورة وحشيت بيها البرجر بس ما طلعتش. فقلت بقى المرة اللي هعمله معاكم هجيب الستيك واقطعها حتت صغيرة وبعدين احشيها البرجر. طبعا انا عندي ربع اللحمة هنا هيعمل لي 3 برجر بس كبيرة، حجمها كبير. لو انتي مش حابة تعملي بالأداة اللي هي بتاعة البرجر دي، او تعمليها بغطا البرطمان لو مش متوفرة، فلو غطا برطمان صغير ممكن تعمل معاكي 6 أو 7. بس انا كنت متعمدة ان انا اكبر حجم البرجر المرة دي علشان ابقى اعمله زي اللي في الشارع يعني، زي اللي بناكله في المطعم. اه وزي ما قلت لك في اول الفيديو ان احنا هنعمل البرجر المره دي من الالف للياء. هنعمل العيش في البيت والبرجر في البيت والصوص في البيت. طبعا انا هنا بقسم الستيك نصين بالطول علشان تنفع ان هي تتحشي. وبعدين هجيب زي كيسة واقسمها نصين علشان احط نص تحت البرجر ونص فوق البرجر في السرفيز اللي انا هحفظه فيها للفريزر. دي هنا كيسة تانية برضو علشان دي احطها بقى وانا بشكل البرجر. بصراحة الاداة بتاعت البرجر شكلها حلو عشان هي بتعمل فيه خطوط كده واحنا بنضغط عليها، لكن لو مش موجودة عادي غطا البرطمان ما اشتكاش يعني. طبعا هنا هعمل بس بنقطة زيت. المفروض ان انا هنا هعمل بنقطة زيت على المكان اللي هشكل فيه، ونقطة زيت على المكان اللي هعمل فيه هفرز فيه البرجر. هنا بحط كمية كويسة وبعدين هضغطها دلوقتي ب الأداة بتاعت البرجر، وبعدين هحشيها وبعدين احط كمية تاني من اللحمة وبعدين اضغطها بأداة البرجر، وبعدين اوديها على السرفيز على الفريزر. عملت معايا 3 زي ما هتشوفي دلوقتي، وبيتها عقبال ما اعمل العيش، وبعدين كنت عملتهم تاني يوم. فاحنا هنا اهو ادي اول واحدة عملناها. بصي بقى شكلها كبير، يعني هي ممكن تقريبا 4 أو 5 سنتي. انا هنا بشيل الزيادات وهقلبها اهو دلوقتي، وهوريكي ان هي ضغطت تاني عشان تبقى متماسكة وما تفكش، وفعلا مش هتفك مني وانا بسويها. ووريتك اهو سمكها وان هي محشية جبنة كويس قوي. وهنبتدي بقى نكمل بقية الكمية ونشيلها بعد كده ان شاء الله في الفريزر.
زي ما احنا تعودنا بسيبك تسمعي حاجة وانتي تتفرجي على بقية الكمية اللي انا بعملها، وبعدين بنرجع نشرح في الوقت اللي محتاج ان انا اوصلك فيه المعلومة. هنيجي هنا بقى سكرة ونحضر الحشوة بتاعتنا. طبعا الحشوة اللي انتي تختاريها. انا هنا جبت طماطم وهقطعها شرايح ترانشات مدورة، وجبت فلفل رومي اخضر وهقطعه برضو شرايح، وهجيب بصلة واقطعها شرايح، هتبقى نية مش هتبقى مستوية. وفي ناس ممكن مثلا تحط خس كابوتشي او خس الارانب، انا قعدت ادور عليه يوميها ما لقيتوش، بعد ما خلصت الوصفة يعني واكلناها وهضمناها خلاص لقيته، فقلت خلاص بقى كتر الله ما شاء فعل. وفي ناس بتسوي بيضايه وتحطها على البرجر، في ناس كده. بس ايه يعني الحشوه اللي انتي تحبيها. هنا بقى هجيب الجريل بتاعتي، لو ما عندكيش جريل عادي في الطاسه، لو ما عندكيش طاسه برضو ممكن تسويه في الفرن، بس انا يعني حبيت اعمله معاكي بالطريقه التقليديه. حطيت بق زيت، وهنا كشيت، سمعت كشه، كشيت البرجر، كميه البرجر اللي عندي عشان تاخد لون من هنا ومن هنا الاول، يعني تاخد لون من فوق ومن تحت زي ما هتشوفي دلوقتي. وبعدين هبتدي ان انا اقلبها على الوش التاني عشان بعد كده يعني عشان تاخد لون، بعد كده اسيبها تستوي. اهو زي ما انت شايفه كده خلاص كده هي خدت لون من الجنبين، والموتزاريلا بانت ان هي ساحت، يعني كانت هتطلع بره الطاسه بس لحقناها. طبعا هنا ده بالنسبه لفيديو البرجر بس، فانا كنت ضميته على بعض، يعني ان انا هجيب لك المنظر بتاع العيش وبتاع الصوص واحنا بنحشيه عشان اوريلك الشكل النهائي. لكن انا جمعت لك في الفيديو ده الفيديو بتاع البرجر الاول بالترتيب كده، وبعدين العيش والصوص، وبعدين العيش. فهنا انا حطيت الصوص ده براءة اختراع، الصوص ده انا اللي عاملاه، هقول لك طريقته دلوقتي بعديها على طول، بس انا قلت اوريلك الشكل النهائي الاول وبعدين ايه نكمل التفاصيل. طبعا الاول حطيت صوص، وبعد كده البرجر، وبعد كده طماطم وبصل وفلفل، وبعد كده صوص تاني في العيش من فوق، وبعدين ايه ضغطتهم على بعض كده ولفيته في ورق ألمونيوم وورق زبدة علشان يبقى ايه زي اللي بره بالظبط، ولما تيجي تاكليه الصوص ما يطلعش بره، وتعرفي تاكليه كويس شبه المحلات. طبعا الكمية بتاعتنا احنا عندنا 3 اهو، فده كان اول واحد وده تاني واحد وبعد كده هيبقى التالت، فسيبك بقى تتفرجي عليها وهي يعني على المنظر ده وانتي بتسمعي حاجة، ونكمل شرح طريقة العيش وطريقة الصوص بعد شوية.
هنبتدي بقى نعمل الصوص السكرة. بصي، اول حاجة جبت في المفرمة بتاعتي او الكبة بتاعتي فصوص ثوم، تقريبا 3 أو 4، وعليهم شوية ملح وشوية كزبرة، وشوية بصل بودر وتوم بودر. وبعدين جبت زبادي، طبعا زبادي جهينة يا جماعة خارج المقاطعة، انا اتأكدت يعني من الباركود. هبتدي ان انا احط نص العلبة او حوالي معلقتين كبار من الزبادي زي ما انتي شايفة كده. ده كله ايه في المفرمه. لو ما عندكيش المفرمه فتقدري يعني تفرمي التوم بايدك لو ايدك تسمح بكده، وبعدين تكملي عليه الزبادي والجبنه زي ما هتشوفي دلوقتي. انا جبت هنا بقى جبنه باندا اللي احنا كنا مستخدمينها قبل كده، برضو جبنه باندا خارج المقاطعه، او اي جبنه عندك مثلثات، او لو في جبنه كريمي. بس الصوص ده هيعجبك قوي يعني، ده براءة اختراع زي ما انا قلتلك. وبعدين هنضيف بقى الجبنة، ما تنسيش توم وزبادي وملح وكزبرة وبصل بودر وتوم بودر وجبنة مثلثات، النوع اللي تفضليه، يفضل يعني يكون النوع اللي خارج المقاطعة يا جماعة. وبعد كده ضفت معلقة كبيرة زيت زي ما انت شايفة كده علشان تمسك معايا القوام بتاع الصوص. وابتدي بقى ان انا اضربهم بالكبه لحد ايه ما الصوص ولا يبقى تخين ولا يبقى رفع يعني، ولا يبقى سلس خالص كده، ولا يبقى ايه ماسك، يبقى ما بين البنين زي صوص الطحينه اللي احنا بناكله بالظبط. ده كده هنا الصوص بتاعي، واهو بوريكي القوام اهو، ده كده كويس. نبتدي ننتقل بقى دلوقتي ان شاء الله لفيديو العيش، ازاي بنعمل عيش البرجر بطريقة سهلة وبسيطة خالص مع بعض. واخيرا وصلنا لعيش البرجر اهو سكرها. طبعا انا العجينة دي كنت عملتها قبل كده، بس ايه كنت بعملها من غير ورق الزبدة اللي هو انا هقولك عليه دلوقتي. انا حبيت اعمل عيش البرجر اللي هو العيش يبقى قابب لفوق. ليه؟ لان انا لما هعمله وهسيبه يخمر وبعدين ادخله الفرن، يعني هيفرش بالعرض مش هيفرش بالطول، فانا عشان اخليه يفرش بالطول قمت لفيته في ورق زبده ودبست ورق الزبده بالدباسه زي ما هتشوفي دلوقتي، علشان لما ينفش بعد ما يخمر ينفش لفوق فيبقى قابب زي العيش اللي بنجيبه من بره بالظبط. طيب نبتدي بقى المكونات بتاعتنا. اول حاجه نص دقيق، نص كيلو دقيق، عليه رشه ملح طبعا ده لازم يعني ده سنه، وكيس الخميره. طبعا المفروض ان انا كنت اختبر الخميره بره، بس انا اليوم ده عملتها منها فيها على طول كده. ولازم علشان الخميره تنشط نضيف لها معلقه سكر. والميه اللي كنت هعمل بيها بره الخميره قبل ما اضيفها للعجين، هنعجن بيها العجين سوا. هنا بقلب المكونات الجافة اللي هو الملح والسكر والخميرة مع بعض مع الدقيق، وبعدين هبتدي اضيف المية شوية بشوية علشان اعجن العجينة. انا مرضيتش احذف من العجينة، انا بس جريتها شوية عشان سرعة الفيديو، وسبتك تشوفي مراحل تكوين العجينة سنة سنة معايا يعني، عشان تاخدي بالك ان هي ايه بتتكون في الاخر. يعني الشكل اللي بتشوفيه في التلفزيون ده او في الفيديوهات بتاعتنا بيبقى في الاخر بدايتها كده وبنهايتها بتبقى زي ما هتشوفيها كمان شويه. فانا وريتها لك سنه سنه. طبعا انا ضفت زبادي علشان خاطر الزبادي بتطري العجينه. بصي، في ناس بتحط في عيش البرجر بيض، بس انا الصراحه مش من مؤيدين البيض خالص، انا ما بحبش البيض في اي حاجه. هو حلو قوي ان هو بيتحط في الكيكه وفي الاسبونج. في ناس بقى بتحط البيض في البسكوت، وفي ناس بتحط على وش البشاميل بيض، وفي ناس بتحط في عجينه العيش بيض، وبالذات العيش الفينو يعني. بس انا ما بحبش البيض في اي حاجه. بصي انا هنا وريتك ان انا بقى ايه هبتدي اعمل العجينه سنه سنه. انا هنا عجنتها الاول بشويه ميه، هلاقيها لسه بتلب شويه، فعايزه شويه دقيق، فهفضل اضيف لها الدقيق بالتناوب سنه سنه لحد ما هتمسك معايا كمان شويه. انا قعدت اعجن فيها حوالي 3 4 دقايق، وطبعا ضفت لها شويه زيت علشان يبقى القوام لين وسلس في العجين وانتي بتفرديها. فهسيبك بقى تتفرجي على العجين بتاع العيش، وبعد كده ارجع لك لما نيجي نخبزه.
بصي انا هنا خلاص ابتديت بقى ايه ان انا اعجن فيها زياده. عارفه بقى انت مثلا ايه متضايقه من حد او عايزه تمرني ايدك، طبعا ده عشان يعني ده كلمتين كده بنقولهم علشان تعرفي تعجني العجينه كويس، انما نعمه ربنا يعني ما بتعملش بالطريقه دي، نعمه ربنا تتشال على الراس. فانا هنا ببتدي ان انا اعجنها اهو زي ما انت شايفه، واجيبها يمين واجيبها شمال واجيبها بوكسين علشان ايه تطلع كويسه. وبحاول الم كميه الدقيق اللي في ايدي وكميه الدقيق اللي في البول، علشان خلاص بقى اللي هو اجمعها وتكون اتجانست مع بعض وعجنتها كويس لحد ما تنفش. واحس كده ايه ان هي بتتنفس حتى قبل ما اسيبها تخمر. شايفه سكرة، عشان تاخدي بالك بقى بعد كده لما تيجي تعجني الاول تلمي العجينه وبعدين تعجنيها بوكسات في بعضها كده لحد ما توصل للقوام المظبوط. هنا بقى بهبدها كام هبدايه كده عشان احس ان هي اتجمعت خالص، وبلم بقيه العجينه زي ما قلتلك. بهبدها ليه؟ علشان يعني ايه تحس ان العجينه بتصحصح معاكي. خلاص انا هنا عجنتها كويس قوي، خلاص كفايه كده، كفايه كده عجن في العجينه. انا حاولت ان انا اهتم بالعجين بتاع العيش المره دي عشان خاطر انا عايزه يطلع قابب ويطلع نافش زي اللي بره. بصي انا بخبطها كام خبطه كده، ما تعرفيش ليه كنت بحاول اصحي الناس، يعني انا كنت بسجل الفيديو ده الفجر. خلاص هنا هبتدي بقى ايه اروح مغطياها بالفوطه وسايباها تخمر. هجيب بقى الورق الزبده اللي انا هحط فيه كل كوره من كور العجين، علشان زي ما قلتلك يطلع نافش وقابب لفوق، مش بالعرض، يعني يطلع نافش وقابب بالطول مش بالعرض. فهحاول ان انا اقص مقاس البرجر اللي انا هعمله ورقه الزبده على قد مقاس العيش اللي انا عايزاه يطلع. يعني ايه، او حتى لما هيستوي يبقى زيادة سنة العيش، زيادة سنة، بحيث يعني ياخد البرجراية وياخد الحشو وما يطلعش بره ويبقى قابب لفوق مش بالعرض. فانا قلت اعمل ايه بقى، عملت رغيفين او اتنين عيش، يعني رغيفين عيش برجر بالورق الزبدة عشان يطلع قابب لفوق، وعملت واحدة لوحدها من غير ورق الزبدة عشان اشوف الفرق. فطبعا طلعت زي ما توقعت ان اللي بالورقة الزبدة العيش كان قابب لفوق زيادة عن اللي كانت لوحدها من غير ورقة زبدة. يعني الفكرة بتاعتي تعتبر نجحت. هنا كانت العجينة خمرت بقى، وبعدين عطيتها بوكس في النص كده عشان تفش. وبعجنها عجنة قبل ما ابتدي ان انا افردها واكورها، يعني افردها الاول واكورها ليه خلاص بقى عشان تتأهل ان هي تتحط في ورقة الزبدة، وبعدين ادهنها وبعدين ادخلها الفرن. انا خدت اول كورة اهو، وارجع اغطيها تاني عشان العجينة وشها ما ينشفش مني. برجع اغطي العجينة عشان وشها ما ينشفش. هنا اكور الكورة دي واحطها في ورقة الزبدة عشان لما تنفش لفوق. طبعا احنا كنا متفقين من فيديو اللي كان فيه الباتيه ان انا بعد كده لما هاجي ادهن وش المعجنات هدهنها بصفار البيض وشوية فانيليا، علشان صفار البيض من غير البياض مش البيضاية كاملة، هو اللي بيدي اللون الاصفر اللامع اللي انت بتشوفيه في الفيديوهات. انا كنت بعمل بالبياض، بعمل الوش بتاع المعجنات بالبيضة كاملة، ما كانتش بتدي الصفار اللي بتديه الصفار البيضة لوحده. فهنا بدهن ورقة الزبدة بشوية زيت عشان ما تلزقش فيها العجينة لما اجي اطلع العيش من الورقة. وهو احط بقى الكورة وبعدين ادهنها بصفار البيض عليه شوية فانيليا علشان الزفار. بس بسويها اهو. وبعدين هنا كسرت البضاية وهفصل الصفار عن البياض. طبعا ده يعتبر الفيديو التاني او التالت اللي كسرنا فيه بضاية وشلنا البياض، انا ما رميتهوش، انا لسه شايلاه. حط عليه شوية ملح عشان محوشاه، هنعمل بيه سبونج ان شاء الله شوية كده. مش هيبوظ، لا مش هيبوظ، ايه اللي هيبوظه؟ ما انا حطيت له مادة حافظة، حطيت له شوية ملح وحطيته في التلاجة. هنا حطيت بقى شوية فانيليا على صفار البيض اللي انا هعمل بيه الوش بتاع العيش اهو. لازم ادهنه كويس بقى كله فوق وتحت والجناب، وبعدين احط عليه شوية سمسم او حبة البركة اللي عندك، يعني لو مش عايزة تحطي خلاص بلاش.
ده كانت دي اللي هي التجربة بتاعة العيش بورق الزبدة عشان يطلع نافش وقابب لفوق. وهعمل واحدة كمان برضو بورق الزبدة، وهعمل واحدة من غير ورقة زبدة علشان اشوف ايه الفرق. وهتشوفي الفرق انتي في الفيديو، هتلاقي ان اللي بورقة الزبدة طلعت نافشة لفوق شوية عن اللي هي من غير ورقة زبدة. اهو اديكي شفتي اهو المنظر. دي بقى هاخد الكرة التانية، دي الكرة التانية اهي اللي هعمل بيها، انا بكورها. وهنا دي اللي هي لوحدها من غير ورق الزبدة. في واحدة تانية هعملها بورق زبدة. انا عملت الاتنين دول في صينية واحدة عشان اوريك الفرق ما بين اللي كانت بورقة زبدة واللي من غير زبدة. وعملت برضو رغيف فينو عشان اشوف شكل العجينة لما هتبقى في الشكل الفينو طلعت كويسة برضو. بس هي الافضل ان هي تبقى ايه للعيش المدور. انا كانت نيتي انها تبقى للعيش المدور بتاع البرجر، مش انها تبقى عيش فينو. انا وريتك اهو واحدة كده وواحدة كده. دي اهي اللي بالورقة الزبدة التانية. ادي واحدة وادي واحدة. وهدهنها برضو بصفار البيض اللي عليه الفانيليا. وبعدين اضيف عليه شوية شوية سمسم وشوية حبة بركة اللي عندك يعني. وادهني كويس، وادهني بذمة بقى سكر عشان ايه يطلع اللون حلو وبيلمع واصفر. هتشوفيه دلوقتي زي ما شفتيه في اول الفيديو. وشوية سمسم، شوية حبة البركة اللي موجودة عندك. واخر كورة اللي متبقية من العجينة هعملها على شكل عيش فينو علشان اشوف برضو شكل العجينة اللي انا عملتها لما تبقى عيش فينو. بفردها كده شكل مستطيل. ما احتاجتش النشابة قوي يعني في الوصفة دي، لان انا عملتها كلها بايدي، مش محتاجة الفردة بتاعت العجين. وهجمعها كده رول واقفلها زي ما انتي شايفة كده، بنغزها كده بقفلها. ونقفلها من فوق واقفلها من تحت على هيئة العيش بالظبط، شكل العيش الفينو يعني. طبعا هي باينة هنا ان حجمها صغير، بس هي لما هتخمر، لان انا هسيبها تخمر شوية قبل ما ادخلها الفرن. هي باينة هنا ان شكلها صغير، لما هتخمر هتكبر شوية، وبعد ما تستوي هتكبر برضو. وكالعادة هضيف لها برضو شوية سمسم او حبة البركة. واسيب بقى الصينية دي تخمر، وبعدين ادخلها الفرن. بالنسبة ان انا ادخلها الفرن، فهو يا في الرف الوسطاني يا في الرف اللي قبل النار على طول. يعني يا الرف الاولاني من تحت يا سكرة، يا اما الرف اللي في النص. مش بحط حاجة في الرف الاولاني خالص، لان هيبقى بعيد قوي ان النار توصل لها. ده هنا كانوا خمروا شوية اهم. بعدين هدخلها الفرن. تاخدي بالك ان العيش لزق في الورقة. ده هنا خمرت بقى شوية. وبعدين هدخلها الفرن اهي. ودي هنا هي وفي الفرن لسه في بداية السوا بتاعتها. واهي برضو شكل العيش كبر شوية زي ما قلتلك. وهنا وانا بطلعها من الفرن وبطلعها من الورقة، وساعتها بقى سبتهم يبردوا شوية. طبعا غطيتها بالفوطة. ليه بغطيها او ليه برش عليها شوية مية واغطيها؟ عشان تطرى واعرف اقسمها بالسكينة، ما تبقاش ناشفة من حرارة الفرن. يعني اول ما تطلع غطيها بالفوطة عشان تاخد الحرارة وتهبط. ما تبقاش ناشفة من الجو، يعني طلعت من سخن لساقع هتنشف زي تشك كده. ننتقل بقى دلوقتي للفيديو الاخير اللي هو هنجمع فيه العيش مع البرجر مع الصوص. خلاص احنا وصلنا للاخر هنا سكر. الحمد لله احنا كده عملنا برجر بيتي من الالف للياء. عملنا العيش وعملنا الصوص وعملنا البرجر. يعني احنا عاملينه ميد ان هوم كامل كامل كامل، مفيش اي حاجة من بره. هجيب العيش بقى واقسمه وابتدي احشي الحشو بتاعتي. اول حاجة هضيف معلقتين كبار كده من الصوص، وبعدين البرجراية اللي استوت عندي، وبعدها شرايح الطماطم والفلفل والبصل، وبعدين على برضو الرغيف من الحتة الاولانية كده شوية صوص، واقفله واشيله في ورقة زبدة، ورقة
زبدة ورقة ألمونيا علشان اعرف اكله. انا هو حتى دي حطيت عليها شوية موتزاريلا من فوق. وادي الطماطم وبعدين الفلفل الاخضر. عادي لو وقعت عادي مفيش مشكلة. وحطيت، انا كنت متوصيه قوي بالصوص، عارفه ليه؟ لان انا اللي عاملاه طعمه يجنن. انا ما اشتريتش الصوص ده من بره. بعدين هقفل العيش اهو. بعدين اجمعه بقى في الورقه. جيت اقفلها طبعا كالعاده، يعني احنا معروف ان البرجر ده لما بتيجي تاكليه بتفتحي بقك بتبقي عايزه عربيه تدوس على رجلك عشان تفتحي بقك فتاكليه كده ايه، زي ما بيجيبوه في التلفزيون. هنا بصي بصي انا بقفل على عيش سكر يعني بقفل على حرامي اهو. بصي وريكي بقى ايه الشكل من الناحيه دي ومن الناحيه دي. حقيقة انا مبسوطة، يعني انا مبسوطة ان انا عرفت اعمل البرجر من الف للياء في البيت. الصوص والخلطة والعيش. تحسي انا جوعتك صح؟ وبس كده سكرة، وصلنا لنهاية الفيديو ده. هنا خلاص كنا جمعنا بقى الكمية اللي عندنا. انا هنا بوريكي اهو ان شكلهم متبل وحلو قوي وجاهزين على الاكل. اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. الى ان القاكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.